أستاذ محمد بن سالم حتى يتم إصلاح الصوت مع الأستاذ محمد بن سالم وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة الإسلامي. سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ محمود الشناوي، يعني كيف ترى شكل التعاون الآن بين أمريكا وفرنسا وحركة النهضة الإسلامي، بما أن الحركة التي فازت في الانتخابات انتخابات المجلس التأسيسي التونسي على الأقل استمعنا إلى بعض ما قاله السيد محمد بن سالم؟ هل بالفعل حزب النهضة يسعى إلى هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا ومع الدول الغربية، أم أن له مآرب أخرى ومن الممكن أن يكون التعاون ليس بهذه الشكل التي طرحها السيد بن سالم؟ يعني هناك فرق، يجب أن نفرق بين حزب النهضة التونسي وهو الجناح التونسي لحركة الإخوان المسلمين، بينه كحركة وبين أن يكون حاكما لدولة في حجم تونس. انتقال الحزب إلى مواقع الحكم يملي عليه بعض المطالب والاستحقاقات سواء الإقليمية أو الدولية. هو الآن مطالب بالتعامل مع كل القوى الدولية سواء الأوروبية أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لأن تلك القوى لا يمكن تجاهلها أو نفيها من أجندة المعاملات. أستاذ محمود، هو مطالب ولكن هو يسعى إلى هذا الأمر حزب حركة طبعا النهضة؟ لابد، يعني هي المسألة تبادل. هو يسعى، هو بالتأكيد هناك سعي يعني متوازي بين الجانبين. كيف سيكون شكلة هذا السعي يعني مستقبلا؟ كيف سيكون مستقبل العلاقة برأيك؟ بالتأكيد هو سوف يكون في إطار تعاون اقتصادي على وجه الخصوص. تعلم أن تونس دولة سياحية وذات أهمية كبيرة بالنسبة للسائح الأوروبي، وبها بعض المصالح الزراعية والاقتصادية، مسائل البناء وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تعاون عسكري. بالتأكيد تونس لا تستطيع أن تصنع السلاح أو متطلباته، وبالتالي سوف تلجأ إلى المنتج وهو الغرب طبعا، ولن تتوجه شرقا مثلا إلى روسيا أو غيرها، باعتبار أن التعاون مع الغرب يوازي التعاون مع الشرق بالنسبة للحكام الجدد، ولكن في ظل الحركة الإسلامية. في ظل كل هذا التعاون أستاذ محمود الشناوي، من الممكن أن تكبل تونس وترجع مرة أخرى إلى تبعية الغرب في ظل ربيع الثورات العربية وبعد نجاح ثورتها، أليس كذلك؟ يعني هذا الأمر سوف يضع حكومة حزب النهضة على المحك. هل هو سوف يستجيب للضغوط الخارجية ويكون نظاما قمعيا مثل نظام بن علي يكمم الأفواه ويمنع ما كان ممنوعا وتصبح؟ ولكن أنا أتصور أن هذه المنظومة لن تكون قائمة، لأن حزب النهضة لن يشكل الحكومة بمفرده. وبالفعل فاز بالأغلبية، ولكنه وكما رأينا من التصريحات المعلنة يتوجه بالدعوة للجميع لمشاركته في الحكومة. ربما يكون هناك إطار إسلامي يتحرك فيه حزب النهضة التونسي، ولكن في النهاية مرتبط. جميل. يعني هم هو الإطار يعني إطار لن يكون إسلاميا. الإطار لن يكون إسلاميا أستاذ محمود الشناوي، بما أن حزب النهضة يعني قبل بشرب الخمر وقبل بقضية حقوق المرأة كاملة، بقضية الشواطئ والسياحة كما هي، وكذلك يعني ثمة تحفظات على العلمانية. إذن يعني هو قبل بهذه الشروط. إذن كل هذه الأمور تقول بأنهم لا يسعون إلى أن تكون هناك دولة إسلامية بالمعنى المعروف. لا، أنا لم أقل دولة إسلامية، أنا قلت إطار إسلامي للحركة. لا، يعني أنا لن تكون يعني الإطار الإسلامي. نعم. لحظة لن تكون المسألة على شاكلة نظام بن علي مثلا. نظام بن علي الذي كان يمنع حتى الصلاة في بعض المساجد، كان يمنع حتى اللحية. يعني هناك أمور كثيرة كان بن علي يعني يصادرها تماما، ولا أتصور أبدا أن يكون حزب النهضة بهذا الشكل. أنا قلت أنه سوف يكون هناك إطار إسلامي للحركة، بمعنى مرجعيات معروفة بالنسبة للتشريع، بالنسبة لقيادة الدولة وغيرها. ولكن في النهاية الإخوان المسلمون بوجه عام حتى هنا في مصر